بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جمعة، اول جمعة في شهر شعبان. كل سنة وانتم طيبين، في رجب وشعبان ورمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا النهارده اول جمعة في شعبان، ممكن الفيديو ده ينزل لكم في اول جمعة في شوال، عشان انا عارفة ان انا مقصرة معاكم، بس معلش غصب عني والله. بصوا بقى، احنا النهارده عايزين نفطر ايه؟ فطير. هنعمل فطير مشلتت كده مع بعضينا يستاهل بقكم. ده كده كيلو دقيق، دقيق بلدي جايبه من عند امي. هجربه بقى نشوف هيبقى حلو في الفطير ولا ايه. ماشي يا حبايبي. هنحط ايه بقى؟ والفطير مش بيحتاجش منه اكتر من دقيق ومعلقه صغيره على حسب برضو كميه الدقيق، يعني اقل من معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر. نحط كده المواد الجافه كلها على بعضيها وهنقلب، وهنعجن بميه دافيه مش سخنه، دافيه يا دوبك كده من الكاتل بقى، تكون يعني غلياها وسايباها بردت او من السخان على طول. هنشوف بقى، مش عارفه الدقيق ده بياخد في الميه ولا ايه، واحتمال يعني ياخد من مج او مج ونص كده. فانا هحط الكوبايه دي وهنشوف هيحتاج تاني ولا ايه. بسم الله، بسم الله ولا قوه الا بالله. الدقيق ده بلدي بس هم عاملينه بطريقه الزيرو اللي احنا بنجيبه بنشتريه من المحلات. هو بيغسلوا القمح ويبلوه ميه ويودوه بقى المطحن، بيطحنوا يعني بيطلع قشرة القمح اللي بتخلي الدقيق البلدي بيبقى لونه غامق. يعملوه بطريقة يعني اللي هو يبقى الدقيق ابيض برضو. بسم الله ولا قوة الا بالله. بسم الله ولا قوة الا بالله. مش عارفة برضو هيبقى عرقه شديد ولا ايه الصراحة. لما رحت عند امي قلت لها انا عايزة دقيق عشان الدقيق غلي. مش هينفع بقى اي حد يسيب حقه، الواحد ياخد حقه. اجيب ميه تانية. هو كده يحتاج يجي كوبايه تانية اهو. جبت كوبايه تانية بس ما حطيتهاش كلها برضه، ما نشوف. بسم الله. عجنوا بقى عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم. صلوا بقى على النبي وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. بس يا حبايبي بصوا، انا عجنت كده العجينه دي. الكوبايه التانية بصوا اتبقى منها حبه ميه قد ايه، اقل من نص، حوالي ربع كوبايه. طبعا الميه دي بتبقى على حسب نوع الدقيق. والعجينه بصوا اهي، حاجه كده طريه وما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه. طبعا ده كيلو دقيق احنا هنعمله في طرتين. بصوا عجينه زي العسل اهي. نعمل ايه بقى؟ هنا معانا صينيه اهي، هندهنها زيت كده عشان هنقطع العجينه عليها، وهنسيبه بقى يرتاح نص ساعه ساعه على حسب بقى، عشان الدنيا طبعا ساقعه وعجينه الفطير بتحب ترتاح. قطعها كده بسم الله سكور صغننه كده. بصوا دي كبيره يعني هشيل برضو منها قطعه كده، عشان احنا عايزينه يبقى مورق كده يا حبايبي. بصوا يعني قد البيضه كده او اقل من البيضه كمان. شايفه القطعه دي برضو كبيره، ممكن اقلل تاني شويه. وهبل ايدي زيت عشان العجين برضو ما يلزقش في ايدي كده. انا دي قللتها شويه اهي، اقل من الحجم ده. حلو الحجم ده. ماشي يا حبايبي. نديهم برضو براح كده
عشان لما يريحهم العجين ما يلزقش في بعضيه. هنعمل كل الكمية كده كور كده على قد ايه عايزين نكتر الكور دي على قد ما نقدر. ليه بقى؟ كل ما يعني تعملي قطع كتير وهتفردي كل القطع دي هيجي معاكي الفطير مورق وجميل. وهنشوف بقى العدد قد ايه هنقسمه على الاتنين. خلصها بقى كله بالطريقة دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي انا كده قطعتهم اهو، بس انا ما عدتهمش لسه، هعدهم بقى وبقول لكم جم كام قطعه. قطعتهم بالشكل دوت. وواضح يعني ايه ان احنا ان شاء الله مش هياخد معانا وقت، لان حاسه كده ان هو بيرتاح اهو بسرعه. العجينه اللي هو يعني فيها دقيق كده يقولوا عليه ايه، سياح، ماشي. فده يعني بيرتاح بسرعه. بس انا قطعته اهو، دهنت الوش الزيت عشان وش العجينه ما ينشفش. ومش هحطه على الرخامه كده، انا هحطه على البوتاجاز عشان ما يسقعش على الرخام. نغطيه بس بكيس كده عشان وش العجينه ما ينشفش منه، ونسيبه برضو يرتاح شويه. بس هسيبه بقى يرتاح ونشوف هنعمل ايه بعد كده. حبايبي بقى طبعا العجينه بتاعتنا ارتاحت وهنبدا كده نفردها دلوقتي. بس الاول هنعمل ايه؟ السمنه بتاعتنا ايه؟ دي زبده فلاحي، قطعه يعني زبده فلاحي مع حبه زيت. الزيت يكون نضيف برضو مفيهوش اي يعني طعم ولا ريحه، اللي هو النوعيه النضيفه. وحبه من السمنه النباتي العادي اللي احنا برضو بنستعمل. هنفك كل ده مع بعضه على النار، ويعني مش هنخليه يغلي، دوبك يفك بس. ونرجع بقى نفرد الفطير بتاعه. بس يا حبايبي كده العجين بتاعنا انا كنت مغطياه زي ما وريتكم. بس طبعا هو مرتاح من بدري، بس انا يعني ايه سبته كده براحته. يعني كان من بدري محتاج ان احنا نقطعه. السمنه فكتها كده مع بعضها اهي اهي. دي بقى ايه هيبقى كله كده معانا بسمنه بلدي ان شاء الله. بسم الله. نحط كده بسم الله ولا قوه الا بالله. نحط قطعه العجين في السمن ونفرد. انا مش مكبره العجين، افردي كده معاكي ما تخليش اي حروف تخينه ولا حاجه. لو اتقطع ما يهمكيش يعني. كل ده بيتضرب بعضيه. بسم الله بسم الله ولا قوة الا بالله. بسم الله ولا قوة الا بالله. هنطبقها كده. هي طبعا اول واحدة يعني بتبقى ما بتظبطش معاكي قوي اهي. هنطبقها كده على بعضيها وهنشيلها وهنعمل غيرها لحد ما نخلص الكمية. طبعا لما جم كلهم معايا 33 قطعة، اللي هو نعمل الواحدة يبقى 16 قطعة، وتبقى في واحدة يعني ايه زي ده شوية، زي ده واحدة بس. بسم الله. عجينة ما شاء الله حلوة قوي، تفرد معايا اهي. افردهم كلهم بقى بالطريقة دي زي ما قلت لكم. هنعمل كل واحدة هنحط فيها عدد ايه 16 قطعة من القطع دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ما نسيبش حتت تخينة وكده ولا حروف تخينة ولا الكلام ده. نفرد كله عشان الفطير بتاعنا يبقى مورق وجميل. ونطبقها برضو زي ما طبقناها كده. نجيب اللي احنا فردناها دي وطبقناها نحطها كده في النص ونلم عليها. الصينية محتاجة ايه نحط فيها حبة سمنة اكتر من كده.
بصوا حبايبي الماء كلها كده على بعضيها لحد ما نعمل الكمية كلها. هنحط دي جوا دي جوا دي لحد ما نخلص. انا معايا الصينية اللي انا هسوي فيها بحطها فيها تاني عشان المكان بس المساحة مش واخدة. بصوا نحطها في السمن كده ونفرد. كل واحدة هتلاقيها بتفرد معاكي احسن من الاولانية. خلص بقى الكمية كلها بالطريقة دي وارجع لكم. بصوا حبايبي العجينة برضو بتفرد كده، مش قلتلكوا ايه اول واحدة ما بتظبطش، افردوا على قد ما تقدروا فيها كده حتى لو اتقطعت مش مهم. انا بحب ان هي تبقى كده ورق زي ما تفردي من الوسط كده على الحروف عشان الفطير بتاعنا يبقى مورق كده وورقه رقيق مش تخين ولا حاجه. بقيت القطع اللي احنا عملناها ولمي بقى لمي كده، لمي من كل جنب كده على بعضيها. شيلها احطها في الصينيه اللي انا هسوي فيها وافرد غيرها. بس يا حبايبي بصوا بقى انا كده خلصتهم اهو. طبعا فردت بقى احط واحده جوا واحده واحده لحد ما خلصت الكميه كلها في قلب بعضيها كده. وبقيت يعني لما اللي بفردها بحطها في السمنه الاول وبعدين لما تخلص خالص اديها رشه سمنه بسيطه كده. دي اول واحده انا عملتها سبتها ارتاحت اهي. هنبدا بقى ايه بسم الله كده نفردها في الصينيه. طبعا الصينيه بتاعتي دي ضيقه، هي الكميه دي هتعوز صينيه اكبر من كده عشان الفطيره تفرد معانا وما تبقاش تخينه. بصوا يعني تخينه جدا، تعوز صينيه اكبر من دي مقاس 30 بس برضو ضيقه على الفطيره دي كده. فردناها احنا اهو. البيكنج باودر بقى اللي احنا حطيناه ده هيخليها في الفرن تترفع كده معانا وتورق. ده بقى حبة زبدة كده فلاحة على الوش. ما عندكش الزبدة اعملي بسمنة نباتي عادية كده. انا الزبدة دي مش شارياها، يعني انا كانت اختي جايباها لي بس انا كنت مكمرة عليها عشان انا عايزة اعمل فطير بالسمنة البلدي كده، لان السمنة الزبدة الفلاحي دلوقتي غليت قوي. اهي ندخلها الفرن على الصاجة مش على الشبكة. هتستوي هنقلبها على صينية او على غطا مثلا كبير عندك وخلي اقلبيها بقى. نرجع الوش اللي على الوش ده تحت عشان يستوي ورجعيها تاني الفرن. ماشي يا حبايب قلبي اهو. التانية اهي اسيبها ترتاح قبل دي ما تستوي. هي ريحت بما فيه الكفايه عشان انتوا شايفين هي بتفرد معايا ازاي اهي. ماشي اسويهم بقى وارجع لكم. بصوا حبايبي بقى قبل الفطير بتاعنا ما يستوي تعالوا كده ننزل في برطمان الجبنه القديمه الجميل ده اللي اختي حبيبتي عاملاهولي. وهنحط كمان فيه بقى ايه القشر السفندي بقى. جربوا هتحطوا قشر السفندي ده في مع لو عندك بطرمان جبنه قديمه زي كده اهو بيبقى طعمه والجبنه نفسها بتبقى طعمها تحفه. وهنحط برضو ايه الكام قرن فلفل الحامي ده. انا هفضي جزء منه هنا عشان اعرف احط الحاجات دي تحت. قلت بالمره بقى كده واحنا هنفتح بسم الله بسم الله ولا قوه الا بالله. احنا هنفتح كده ايه نعمل الحركه دي. خروش جماله وتكاته يا حركاته. بصوا العسل شغل على اصوله بقى كفايه كده. نحط بقى ده. بص ده مش معمول بالفلفل الاحمر برضو
يعني حاجة كده تحفة. نحاول نفضي كده حبة جبنة تاني عشان ناخد بقى اللي احنا عايزينه، وهنرجع الباقي في البطرمان. هنحط قشر السفندي اهو، والفلفل ده بيبقى جميل لما بيتخلل في المش كده. انا مخرموه بس سايبه العناق دي فيه، وقشر السفندي غسلاه ومنشفاه، مش عايزين ميه هنا في البطرمان عشان ما يعمل لناش اي بكتيريا. الحركه دي طبعا كانت جدتي وامي ربنا يديها الصحه بتعملها، واحنا متعودين عليها، انه بيبقى طعمه حلو يعني. سوينا نجيب معلقه، بصوا شويه جبنه قديمه من الاخر يفتحوا النفس. بصوا الجمال، بصوا قشر السفندي اهو القديم اللي كان محطوط مع الجبن، انا بحبه قوي، طعمه بيبقى تحفه. مش عارفه الموضوع ده يعني جدتي وامي جايبينه منين، يعني كانوا واخدينها من الفراعنه الطريقه دي ولا ايه؟ وكمان سواعي بيحطوا فيها الحلبه الحصى، بتديها طعم حلو قوي. خدنا الكميه اللي احنا عايزينها، نروح عاملين ايه يا حبايبي، هنرجع الباقي بقى في البطرمان كده. كل الموضوع عايزين السفندي يبقى متغطي، يبقى تحت ومتغطي، ما يعومش على الوش عشان يستوي براحته وما يعملش بكتيريا برضو. هرجع بقى كل الحاجة دي تاني مكانها، ونقفل البطرمان بتاعنا اللي متحفظين عليه ده، وايه ونرجع له. بس يا حبايب قلبي تعالوا بقى نعمل ايه، حته جبنه كده بقوطه عشان نعيش كده يوم فلاحي. نعمل حته جبنه بقوطه كده. انا خدت قطعه من الجبنه القديمه وقطعه من الجبنه الفيتا دي عشان يدلع يعني ايه، تبقى نقلل الملح شويه. حط حبه زيت كده، برضو لو عندكم طحينه ممكن تحطوا طحينه. هنهرس الجبن مع بعضها مع الزيت، وهنحط عليها القوطه مع حته كده يعني حوالي نص واحده فلفل حامي. فلفل حامي طبعا براحتكم، عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين بقى يعني ما تحطوش عادي. لو عندكم برضو طحينه ممكن تحطوا طحينه على الخلطه دي. هتاكلوا شويه جبنه بقوطه بقى ما حصلوش. بس يا حبايبي وكده خلصنا الفطير بتاعنا. طبعا طعمه تحفه جدا، بس انا مش راضيه برضو عن نتيجه الفرد. الطريقه دي انا اول مره اعملها معاكم، الطريقه اللي كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده على القناه احسن. ماشي يا حبايبي، ودي الجبنه بقى المقطه بتاعتنا ايه، والعسل الاسود والجبنه القديمه طبعا دي حاجه اساسي مع الفطير. وكده بقى ايه، بالف هنا وشفا على قلبكم. وما تنسوش بقى تحطوا لايك، انا ما قلتلكوش حطوا لايك من بدري. متنسوش تحطوا لايك، واللي بيشوفنا لاول مره ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.